ما كانش ينفع اجي شرم الشيخ وما اعملش غطسه في الاس اس سيسل جورج. It sets not just a wreck, it sets a World War II time capsule buried beneath the waves. غطسه بتجمع بين الجمال والتاريخ والخوف والروعه. Egypt isn't set just history on land. Today we're going to dive into SS Sisligan with Motra. It sets magic beneath the waves of the Red Sea. واليوم الغطسه المنتظره سيسل جورج. حجزت يوم مركب كامل 5 الفجر كنا على المارينا وحضرنا المعدات واتحركنا. لو قلنا نبذة تاريخية عنها كده فهي سفينة بريطانية اتبنت سنة 1940، طولها حوالي من 126 ل 128 متر. كانت بتحمل معدات عسكرية وحربية للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، واكتشفها بابا المجال جاك كوستو سنة 1952. معلومات كده من صيادين محليين قالوا له، وانتشر الخبر ساعتها بعد عرضها في ناشونال جيوغرافيك سنة 1956. غرقت في 6 أكتوبر سنة 1941 بعد قصف ألماني قوي عمل انفجار وغرقها سريعاً. المفروض دلوقتي اللي احنا هنتحرك على الدايفنج سنتر عشان ناخد معداتنا، كل واحد ياخد البوكس بتاعه. البوكس دوت بيكون فيه المعدات الكاملة اللي هي هنغوص بيها تاني يوم. بعد كده هنتحرك على السقالة، نحط كل معداتنا على المركب ونجيب التنكات ونحطها على المركب، او المركب كمان هتدخل بعد منها وتاخدهم من بالليل، نبقى مستعدين لتاني يوم الصبح. تحركاتنا دلوقتي على سيسل جورج. The SS Disselbourne wreck is located in the Red Sea, South Sinai, Egypt. بكام؟ نسبة الأكسجين كانت 32%. The SS Thistlegorm. Welcome to the Red Sea, most legendary wreck. من أحسن الغطاسات في شرم الشيخ. الدايف سايت ممتاز جدا. بنعمله على غطستين، بنعمل واحدة حوالين المركب والتانية بنعملها جوه المركب على طول. The SS Thistlegorm isn't set just a wreck. It sits a ship that tells the story of war and history beneath the sea. صعب ان انت تتم المركب كلها في غطستين مثلا، والحياة البحرية على المركب ذات نفسها كتير. بالنسبة اللي احنا ممكن نشوفه في السيسل جورم، في معدات حربية كتير تحت. كان في قذائف اللي هي زي الصواريخ، وفي مدفع على البراوة بتاعت السفينة.
برضو شكله جامد جدا. وفي موتوسيكلات اللي هي الحربية وعربيات جيب اللي هي الحربية دي برضو، والشوز بتاع العساكر. والحياة البحرية على المركب ذات نفسها كتير، يعني فيها أسماك وفي حاجات كتيرة جدا، غير الشعب بتبقى طالعة انت ما تقدرش ان انت تعديها، بتلاقي نفسك خلاص محتاج ان انت تقف تاخد الكادر ده وتصور حاجة. The SS Thisligum. Welcome to a war zone frozen in time. يا جدعان صباح الفل يا اصدقائي. صباح الفل، انت سامعني كده كويس؟ سامعك وتعالى شوف اللي انا شايفه. احنا على 15 متر والمنظر عالمي. طب ايه، ندخل في الضلمة بقى؟ بقول لك ايه، بص كده، واخد بالك ده يا معلم؟ ده جيب هواي شكله. جيب هواي. ناس في الكومنتات بقى تقول لنا مين اللي فاكر الجيب هواي او مين اللي عارف الجيب الهواي. اتكلمنا عليه قبل كده، فاكرين؟ بقول لك ايه، بص الفتحة دي كده. ايوه اللي انت حاطط الضوء عليها. هو بص تحت كده. في برضه عجلات ودبابات وحكايات. خلينا اشوف. تعالى صور. هنا في الجاية. في مكان ضلمة هنا. بس هناك. بص جوه ضلمة ازاي. بس الكاوتش هناك. تعال ندخل. ايه يلا رأيك؟ بص تأكد. عليا. يلا بينا. قشطة. أوه. امان يعني. تعالى. أوه. بس الكوتش ده هو دي العربيات. حاجات متنطورة في كل حتة. الكاوتش بيترمي في كل حتة برضه، كاوتش كتير. هو عربية تانية اهي. ده ايه ده؟ صاحبي بص هناك كده. بص السمكة اللي هناك دي. الدنيا هنا ضلمة دارك. بص تعالى يمين. واو جامد. تحس ان المساحة بتضيق بص دي. والرؤية بتغمق. بص هنا ضلمة خالص هنا. تعالى استنى. نرجع احسن. بص هو عربية الحربية اللي هي النص نقل. تويوتا دي. بس مش عارف، ممكن تصدق. المكان ده كله كان الجراج بتاع المكان. الغواصين دول كانوا عاملين
حد بيتكلم. منظر بره حاجة وجوه حاجة تانية خالص. واو. بص قدام منور. أنا معتقد في الدور التاني دلوقتي. ضلمة جدا هنا. سلايدش. واحدة كمان اهي. بس خلي بالك فيك بس انسى. ضيقة خالص هنا. انسى الدنيا ضيقة هنا، مثال على ان الدنيا ضيقة. بص مكتوب عليها سنة كام دي. انزل على الكاميرا. 1920 تقريبا. دي الذخيرة ديت صح؟ رصاصة باين كبيرة. 1929.